محمد صلاح يواصل كتابة أسطورته الحية في الملاعب الإنجليزية، وهقول لك إزاي بس بعد لما نشوف إزاي سجل آخر أهدافه قدام أرسنال. الكرة ابتدت بمرتدة لليفربول، وبوصول الكرة لأرنولد كان صلاح ونونيز في موقف 2 على 2 ضد كيفيور ووايت مدافعين الأرسنال. وعلشان أرسنال بيلعب بدفاع عالي ما ترددش أرنولد إنه يحط الكرة الطويلة في المساحة اللي في ظهر الدفاع علشان يستغل سرعات صلاح ونونيز قدام بطء كيفيور ووايت. وبالفعل كان تفكير أرنولد سليم، وطلع كيفيور بره اللعبة تماما بس بالكرة الطولية، وأصبح الموقف 2 على 1 لصالح هجوم ليفربول. عايزك بقى تشوف تحرك صلاح وتحكمه في سرعته، وإزاي وقف في المكان اللي ممر التمرير فيه مفتوح علشان يقدر نونيز يوصل له الكرة بسهولة. حد ممكن يقول لي طب ما دي بديهيات في التحرك. أحب أرد عليه وأقول له لأ، لأن في لعيبة أمثال داروين نونيز مثلا أو حتى مبابي زي ما شفناه قدام برشلونة بيحب يروح بسرعته للجون من غير ما يحط أي اعتبار للظروف المحيطة في الهجمة. وفي الحالة دي كان هيبقى صعب الكرة تيجي تحت رجل صلاح بالوضع ده علشان يفنش زي ما هو عايز. هدف صلاح قدام الأرسنال بيخليه في المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في عصر البريمير ليج بالتساوي مع روبي فاولر، وبيفصلوا عن تيري هنري 12 هدف بس يقدر صلاح يجيبهم الموسم ده ويوصل للمركز السابع. أحب أشكرك لو وصلت لحد هنا، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والفولو.